اكتبها معايا. دلوقتي يا دكتورنا احنا المرة اللي فاتت كنا بنتكلم على ايه؟ المرة اللي فاتت كنا بنتكلم على التوزيع الالكتروني. خدنا طبعا مبدأ البناء التصاعدي، الاقرباس خامل، قاعدة هوند، والتوزيع الايوني، وطبقناهم يا دكتورنا على 10 عناصر اللي احنا بناخدهم، وبكده نكون نهينا التوزيع الالكتروني وقصة التوزيع الالكتروني خالص. طيب النهارده بقى هنبدأ في قصة جديدة خالص اسمها أعداد التأكسد. قصة من القصص اللي لازم تكون شاطر فيها شطارة مش عادية. ليه يا دكتور؟ لأن أعداد التأكسد داخلة في الباب الأول، وداخلة في الباب الثاني، وداخلة في الباب الرابع. فأنت كده عندك 3 أبواب معتمدين أسئلتهم على أعداد التأكسد. فلو أنت ما انتش شاطر في أعداد التأكسد هيفضل طول الوقت عندك مشكلة في يا دكتور أنا بذاكر كويس بس مش بعرف أحل. ليه؟ لأنك أنت مسقط جملة أساسية في المنهج اللي هي أعداد التأكسد. ركز جدا. أعداد التأكسد يا دكتورنا إحنا عايزين نتعلم فيها كلمتين، انتبه جدا معايا. الكلمة الأولانية إزاي أحسبها؟ إزاي أحسب أعداد التأكسد؟ الكلمة الثانية أجيبها منين؟ هنبدأ دلوقتي يا دكتورنا بالجملة الأولى اللي هي إزاي أحسب أعداد التأكسد. انتبه جدا معايا. اكتب بقى الحتة دي حفظ. اكتب معايا لأن الحتة دي حفظ، دي مش موجودة معاك ولا في ورقة المفاهيم ولا في الكتب ولا في أي حتة ولا حتى في مذكرتي أنا الشخصية. فاكتب، لأن هم هنا بيعتمدوا على إنك لازم تكون مذاكرها من تانية ثانوي وحافظها، وده كلام قديم. بس إحنا بنبدأ جديد، بنأسس من جديد، فركز جدا. اكتب معايا وده كلام حفظ. الأكسجين القيمة بتاعته سالب الاتنين، السي ال قيمته سالب 1، الاتش قيمتها بموجب 1، الان اي قيمتها بموجب 1، الكي قيمتها بموجب 1. وده كلام لازم تكون حافظه صم. عشان نيجي بعد كده يا دكتورنا نقول لك ان احنا عندنا الاس او 4 قيمتها بسالب الاتنين، وان السي او 3 قيمتها بسالب الاتنين، وان الان او 3 قيمتها بسالب 1، وان الاو اتش السالب قيمتها بسالب 1، وان البي او 4 قيمتها برضه بسالب كام يا دكتورنا؟ بسالب 3. وده كلام لازم تكون حافظه. ركز معايا يا مازن، احنا لسه بنقول اول جملة. احنا النهارده بنتكلم على ايه تاني؟ بنتكلم على اعداد التأكسد. فاعداد التأكسد يا دكتورنا اتفقنا مع بعض انك لازم تكون حافظ الارقام دي عن ظهر غايب. يعني بص اللي هو وحد كده بيقول لك الاكسجين بكام قول له سالب الاثنين، السي اللي بكام سالب 1، هو لان او 3 بكام سالب 1. دي كلام حفظ. هحل مثالين وبعد كده ساعدوني وانتوا بتحلوا، يعني حلوا معايا. احنا دلوقتي يا دكتورنا عندنا الحديد موجود في المركب ده، وانا عايز احسب عدد تأكسد الحديد في المركب ده. بعمل ايه؟ هتروح تقول لي يا دكتورنا انت عايز الحديد نزله، لقيت جنبه 2 يبقى حط يا دكتورنا 2، يبقى الاتنين دي حطيناها قدام الحديد. ما بين العنصر والتاني بنحط زائد. هو الاكسجين اللي عليه الدور قيمته كام؟ قيمته سالب الاتنين يا دكتور، يبقى هنعوض بقيمة الاكسجين سالب الاتنين مضروبة في كام؟ مضروبة في 3 بيساوي كام؟ مفيش هنا ارقام يا دكتور، هنا مفيش ارقام ولا سالب ولا موجب، يبقى بصفر. يبقى الحتة دي بكام؟ الحتة دي بسالب 6. وديها الناحية التانية يا دكتورنا، يبقى الاتنين اف اي بيساوي موجب 6. يبقى الاف اي الواحدة يا دكتورنا هتساوي كام؟ موجب 3. يبقى احنا كده حسبنا عدد تأكسد الحديد اللي هي بين قوسين التكافؤ. يبقى احنا كده طلعنا تكافؤ الحديد اللي احنا بنسميها عدد تأكسد. طب مثال تاني يا دكتور للناس اللي ما وضحتش ليها الفكرة في المثال الأول، ركز جدا معايا. لو احنا قلنا ان احنا عايزين نحسب عدد تأكسد الفاناديوم في المركب اللي قدامك ده، هنعملها ازاي؟
انت عندك الفاناديوم نزلها، لقيت جنبها 2 يبقى حط قدامها 2 زائد الاكسجين القيمه بتاعتها بكام يا دكتور؟ بسالب الاثنين. يبقى نروح نقول له كام؟ سالب الاثنين مضروبه في 5. الخمسه دي اللي هي فين؟ اللي هي جنب الاكسجين. بيساوي كام؟ مفيش ارقام يا دكتورنا فوق ولا موجب ولا سالب، يبقى بيساوي كام؟ بيساوي صفر. يبقى الحته دي يا دكتورنا بيساوي كام؟ بيساوي 10. وديها الناحيه الثانيه، يبقى الاثنين في بتساوي موجب 10، يبقى الفاناديوم بيساوي موجب 5. في ملحوظه مهمه، في معلومه مهمه. ايه يا دكتور؟ لو انت ما كتبتش الموجب ديا غلط. ليه؟ لان احنا قلنا المره اللي فاتت في التوزيع الايوني ان الموجب معناه انك خسرت الكترونات. يبقى احنا هنا نقصد بيها انك لما تيجي توزع الفاناديوم 23 تبقى خسران 5 الكترونات. فيتوزع ازاي؟ ارجون 18 يا دكتور، 4 اس و3 دي. المفروض هنا 2 و3 بس هو خسران 5، يبقى 0 و0 يا دكتور. يبقى احنا الهدف من ان احنا بنجيب عدد التأكسد ان احنا نعرف نوزع التوزيع الايوني. يعني هو مثلا يجي يسألك سؤال يقول لك ايه يا دكتورنا؟ مثلا س كم عدد الالكترونات المفردة في ايون الحديد في المركب ده يا دكتور؟ ساعتها تروح تقول لي احنا جبنا عدد التأكسد موجب 3، يبقى هو عنده كم مفرد؟ يبقى لازم نوزع الحديد 26 هنا موجب 3، يبقى هنا ارجون 18 بالشكل اللطيف 18 دون بعد كده و3. بقى اس بي و3 بي. حلو، يبقى هنا صفر وهنا كام؟ 5 يا دكتور. يبقى 5 ساعتها الحديد هيبقى عنده كم مفرد؟ عنده 5 مفرد. 1 2 3 و1. حلو، الحديد عنده 5 مفرد يا جنى، ركز عشان هو عنده 5 الكترونات مفردة. جميل جميل. حد فاهم احنا دلوقتي تاني؟ طب انا عايز اسال سؤال، هو ايه الهدف من ان احنا نحسب عدد التأكسد؟ حد لقطها؟ نعرف الإلكترونات اللي بتشارك. نعرف الإلكترونات، كم إلكترون مفقود من الذرة دي. الله ينور عليك. يبقى احنا يا دكتورنا الهدف من ان احنا نحسب عدد التأكسد ان احنا نعرف احنا فقدنا كم الكترون، فبالتالي نعرف نوزع توزيع ايوني. مين يجرب يحسب عدد التأكسد؟ ارفع ايدك، ارفع ايدك، ارفع ايدك. سامع عمرو معايا؟ المركب عايز احسب عدد تأكسد الكروم فيه، اعمل ايه؟ هنقول 2 سي ار زائد سالب 2 في 3 هيدينا 0. سالب 2 في 3 بسالب 6. هنوديها الناحية التانية، هنقول 2 سي ار بتساوي ساوي موجب 6، بعدين هنقسم على الاتنين تساوي موجب 3. ممتاز. سمية هات اللي بعدها. عايز تي تاني. تمام. تي اي هنزلها زائد 2 في سالب 2 تبقى بسالب 4، وادي سالب 4 الناحية التانية بعكس الإشارة تبقى موجب 4. يبقى يا دكتورنا تيتانيوم بيساوي موجب 4. سما محمود تمام. عايز هننزل الحديد. 2 اف اي زائد سالب 2 في 3 هيساوي 0. بعدين هنودي بقى سالب 2 في 3 اللي هي تبقى بسالب 6 بعكس. تمام. فهتبقى ال 2 اف اي هتساوي 6، يبقى ال اف اي الواحدة هتساوي 3. تمام. موجب. يبقى الاف اي بتساوي كام؟ 3. موجب، والله موجب. 3. موجب. ليه موجب؟ دليل على انه فقد 3 الكترونات. حلو. طيب هنغير اللعبه، ركز معايا. يعني ايه هنغير اللعبه؟ يعني دلوقتي يا دكتورنا احنا في شحنات سالبه دلوقتي، نعمل ايه؟ بص ركز.
لو احنا دلوقتي عايزين الام ان في المركب ده مثلا هتروح تنزله، يبقى دي ام ان زائد الاكسجين قيمته بكام؟ لازم تكون حافظ سالب الاتنين في 4 بيساوي، وقتها لازم تساوي الشحنه السالبه، يبقى بيساوي كام؟ سالب 1 يا دكتور. مش هنا مش بيساوي صفر، ليه؟ علشان هو عنده شحنه سالبه. يبقى الحته دي يا دكتورنا بكام؟ بسالب 8. وديها الناحيه الثانيه، يبقى الام ان يا دكتورنا بتساوي موجب 7. رينادا جربي. كروم هيبقى 2 سي ار زائد سالب 2 سالب 2 في 7 هتساوي سالب 2. هنودي ال 14 سالب 14 بإشارة مخالفة، هتبقى قصدي 12. موجب. يبقى موجب 12 هتبقى الكروم بموجب 6. موجب 6. فرحة. هننزل دي 2 بي فوق زائد زائد سالب 2 في 3 في 4. في 4 4 بيساوي 8. بيساوي الرقم اللي فوق اللي هو بيساوي كام؟ سالب 3 الأول. يبقى الحتة دي بكام؟ سالب 8. فيها الناحية التانية، يبقى البي وقتها هتساوي كام؟ موجب 5. الناحية التانية بعكس الإشارة. نورة البي أو الإن سوري. تبقى الN زائد سالب 2 في 3 يساوي سالب 1. بعد كده هتبقى هنودي السالب 6 بعكس الإشارة، هتبقى سالب 5، هتبقى موجب 5. موجب 5. موجب 5. موجب 5. طيب مين يجرب آخر مثال؟ مين يجرب آخر مثال؟ معايا FeCl3. عايزين حد ما قالش. عايزين حد ما قالش. جنى أشرف، جربي يا جنى. دكتور هو انا مش مظبطاها قوي. تعالي نظبطها، يعني ما حدش يعدي حاجة مش مظبطها. بصي دلوقتي احنا عندنا أرقام اهي لازم تكوني حافظاها. أوكي؟ دي أرقام حفظ. دلوقتي لو أنا طلبت منك مثلا إن احنا نجيب عدد تأكسد الحديد في المركب ده اللي هو ده، هنعمل ايه؟ هتروحي تقولي لي انت عايز الحديد نزله، لقيت جنبه 2 الحديد حط 2 زائد. هو الاكسجين قيمته بكام؟ بسالب 2. يبقى نروح نعوض سالب الاتنين مضروبه في كام؟ في 3. 2 في 3 وكمان علشان هي هنا جنبها 3 بيساوي كام؟ مفيش ارقام فوق، يبقى بيساوي 0. يبقى الحته دي بكام؟ بسالب 6. وديها الناحيه الثانيه، يبقى الاثنين Fe بتساوي موجب 6. يبقى ليه في الواحده هتساوي كام؟ موجب 3. موجب 3. يلا جربيها بقى، بس عوضي بمين؟ بالCl. ماشي. تبقى Fe هتبقى بواحد سالب 1. سالب 1 والCl بسالب ب3 في 3 بيساوي سالب 1. بيساوي مفيش ارقام فوق، ادام مفيش ارقام فوق يبقى بيساوي كام؟ 0. يبقى الحته دي بكام؟ بسالب 3. وديها الناحيه الثانيه، يبقى ليه في هتساوي كام؟ 1.5. موجب 3. ليه 1.5؟ ما قسمناش على حاجه. تمام. اوكي. مره كمان مش هعديها الا لما تظبط معاكي جدا. ركزي دايما، احنا بنعوض بالقيم اللي موجوده قدامك اللي هي بالحمراء دي باللون الاحمر. دلوقتي لو احنا قلنا ان احنا عندنا TiO2 وانا عايز عدد تأكسد التيتانيوم كمان مره، نزلي التيتانيوم، مش انت عايزاه يبقى نزليه زائد. تمام. والاكسجين قيمته بكام؟ بسالب 2. يبقى نروح نقول له سالب الاثنين، بس هو داخل بذرتين يبقى ضربناه في 2 بيساوي مفيش ارقام فوق يبقى بيساوي 0. يبقى الحته دي بكام؟ سالب 4. ب4 بسالب 4.
سالب 4. وديها الناحيه الثانيه يبقى تي اي بتساوي كام؟ موجب 4. 4 موجب موجب موجب. ليه موجب؟ علشان علشان هو فقط. هو فقد 4 الكترونات. مظبوط. مره كمان ليكي علشان نتاكد ان الدنيا بالنسبه لك حلوه. دلوقتي انا رحت قلت لك ان احنا عندنا مثلا وليكن اف اي 2 اس او 4 الكل 3، وانا عايز اعاده تاكسد الحديد. اعمل ايه؟ هنوزع الحديد، نجيب مش على التأكسد هنوزع. بتاعه. مش هنوزع، هننزله. مش انت عايزاه يبقى نزليه. تمام، يبقى ننزل لقيتي الحديد. جنبه 2، لقيتي جنبه 2 يبقى حطيها قدامها. تمام. زائد هو الاس او 4 على بعضها قيمتها كام؟ -2. يبقى سالب الاثنين. دخلت بكام مره؟ 3. بتساوي، مفيش ارقام فوق، يبقى بتساوي كام؟ 0. 0. يبقى الحته دي على بعضها بكام؟ بسالب 6. وديها الناحيه سالب الثانيه 6 يبقى هتبقى الاثنين اف موجب اي 6. موجب 6. يبقى الاف اي الواحده هتساوي كام؟ موجب 3. موجب 3. تمام. ظبطت؟ ظبطت؟ ظبط. بالله يا دكتور. لو ما ظبطتش قولي هعيدها تاني. والله هعيدها تاني. لا والله ظبطت والله. ماشي. بصوا يا جماعه، الحته اللي جايه دي حته خطيره. نور عندك سؤال؟ لا، ده أنا كنت رافعاها من ساعة، كنت ماشي. عايزة أجاوب، معلش. ركزي ولا يهمك. دلوقتي يا دكتور الحته اللي جايه دي حته محتاجه. بص، لو انت قاعد فرد رجلك، قاعد نايم على ظهرك، كل ده وارد. قاعد حاطط رجلك على المكتب، اظبط قعدتك. الحته اللي جايه دي لازم تبقى ظابط فيها قعدتك، لازم تديها احترامها. دلوقتي بص، تحت عنوان شفرة حل الباب الأول. أنا دلوقتي هديك شفرة حل الباب الأول. يعني لو أنت ظبطت الحتة دي مش هيبقى عندك أي مشاكل مع الباب الأول. انتبه بقى، انتبه. أنا معايا 4 مركبات أهم، 4 أمثلة كلهم لعنصر مين؟ المنجنيز. صح؟ مظبوط. أنا عايز أحسب عدد التأكسد للمنجنيز في ال4 مركبات. انتبه، العنصر المنجنيز قاعد لوحده، قاعد لوحده مفيش جنبه أي عناصر، يبقى عدد تأكسده ب0. قاعد لوحده مفيش جنبه أي عناصر، يبقى عدد تأكسده بكام؟ ب0. بحسب اللي بعدها. ادي الام ان زائد هو الاكسجين قيمته بكام؟ سالب الاثنين بتساوي 0. وديها الناحيه الثانيه يبقى الام ان عدد تاكسدها بكام؟ بموجب الاثنين. جينا بعدها يا دكتورنا بنحسب برضو عدد التاكسد. ادي الاثنين ام ان زائد سالب الاثنين مضروبه في 3 بيساوي 0. يبقى الحته دي يا دكتورنا بسالب 6. وديها الناحيه الثانيه يبقى الاثنين ام ان بتساوي موجب 6. يبقى الام ان الواحده بتساوي كام؟ موجب 3. بالشكل ده. جينا للاخيره، الكي قيمتها بكام؟ قيمتها بموجب 1 زائد الام ان اللي احنا عايزينها زائد الاكسجين قيمته بسالب الاثنين في 4. برضه مفيش ارقام يا دكتور، يبقى بصفر. الحته دي بسالب 8 والحته دي بموجب 1 يبقى سالب 7. وديها الناحيه الثانيه يبقى الام ان بتساوي موجب 7. هسأل سؤال وعايز اكتر من رد، يعني انا عايز اكتر من حد يرد عليا حتى لو هتجاوب غلط. خلينا نشارك مع بعض المعلومات. تمام؟ دلوقتي انا عندي عنصر منجنيز في ال4 مركبات، وكل عنصر طلع عدد تأكسد مختلف رغم ان هو نفس العنصر. فالسؤال ليه عدد التأكسد اختلف لنفس العنصر في المركبات المختلفة؟ حد يخمن؟ عشان ارتبط بكذا عنصر بصيغة اختلفت. قولي تاني يا ردينا. عشان ارتبط بعنصر تاني، كل واحد كان عنصر مختلف بصيغته اختلفت.
لا بعيدة بعيدة. حد بسبب يخمن تخمين. عدد الذرات عدد الذرات اللي شاركت يعني في المركب. عدد الذرات اللي شاركت، هي يعني قربتي بس لسه بعيدة برضه. الإلكترونات. حد يخمن تخمينة تانية. عشان عدد التأكسد بيبقى مختلف عن عدد حاجة تاني اللي هي أكساد التأكسد، بس مش فاكرة حاجة زي كده اسمها. برضه يعني لا، ما زالت بعيدة. لا لسه بعيدة برضه، لسه بعيدة. حد يخمن تخمينة تانية. لأنه بيكون مثلا على حسب عدد الذرات التانية اللي بيتشارك معاها. ما ده نفس كلام رينادا، بس برضه كانت بعيدة برضه. ليه عدد التأكسد اختلف رغم ان هو نفس العنصر؟ على فكرة انا قلتها في الصفحة دي. قولي تاني العنصر الأصغر بيختلف عدد تأكسده حسب الظروف المختلفة. لا بعيدة. اختلاف عدد الإلكترونات سمية انت أو قلت ايه؟ فقدها. اختلاف عدد الإلكترونات اللي هو فقدها أو شارك بيها. حلو جدا الجملة دي، بس ناقصة كلمة. ايه يا دكتورنا الكلمة؟ على حسب هو شارك كم إلكترون تاني. يبقى ليه عدد التأكسد اختلف من مركب أو من عنصر للتاني في المركبات المختلفة؟ على حسب هو شارك كام إلكترون يا دكتور. بمعنى، خلينا أوضحها لك بالتفصيل. احنا دلوقتي يا دكتورنا عندنا عنصر ال MN 25 بيتوزع أرجون 18 4S2 و3D5. فالراجل ده عنده أوربيتال فيه 2 إلكترون، والراجل ده عنده 5 أوربيتالات، كل واحد فيهم عنده 1 إلكترون. فلو أنا قلت لك إن عدد التأكسد طلع 2، معنى كده إن أنا شاركت 2 إلكترون. طب لو عدد التأكسد طلع 3، يبقى أنا شاركت بالتفاعل ب3 إلكترونات. طب عدد التأكسد طلع ب4، يبقى أنا شاركت ب4. طب عدد التأكسد طلع 5، طلع 6، طلع 7. فالسؤال دلوقتي، السؤال ليك يا طالب يا جميل. لو أنا دلوقتي قلت لك أنا عندي مركب زي ال MnO4، عايز أحسب عدد تأكسد المنجنيز دلوقتي. فأنا بحسبها أدي Mn زائد الأكسجين قيمته سالب الاتنين في 4 بيساوي 0. الحتة دي بسالب 8، هوديها الناحية التانية، يبقى ال Mn بتساوي موجب 8. هل عدد التأكسد للمنجنيز اللي طلع ده صح ولا غلط؟ غلط، لأن هو مفيش أصلا. غلط ليه؟ لأن هو آخر المنجنيز يطلع كام؟ 7. يبقى كده كل عنصر من ال10 عناصر ليهم ليميت محدد في مين؟ في أعداد التأكسد. يبقى يا دكتورنا جملة مهمة خطيرة هحط لك عليها هايلايتر. بص ركز. جملة مهمة خطيرة وهحط لك عليها هايلايتر. كل عنصر له عدد محدد من الإلكترونات يقدر يشارك بيها. يعني مش كل مرة هتروح تحسب عدد التأكسد وطلعتها مظبوط يبقى الرقم صح. لا يا باشا، مش كده. انت لازم تكون حافظ الليميت بتاع كل عدد تأكسد. يعني مثلا المنجنيز دلوقتي يقدر يشارك من أول 2 لحد 7، أقل من كده ما يقدرش، وأكبر من كده ما يقدرش. حلو. طب وبقية العناصر؟ هنخرج وندخل علشان نيجي نشوف بقية العناصر كل واحد فيهم يقدر يشارك لحد كام إلكترون. بص ركز. قلنا ان المنجنيز يقدر يشارك من اول 2 لحد 7. طب احنا عايزين نعرف بقية العناصر. ركز بقى، انا عايزك تبقى قاعد كده يعني ايه، مستمتع. والله بجد عايزك تبقى قاعد كده مستمتع. تعال نبدأ بالمنجنيز زي ما احنا اتفقنا. هنا طبعا ده اوربيتال الاس، اوربيتال الاس بالشكل دون. دي كده اوربيتالات الاس. وهنا كده يا دكتورنا اوربيتالات الدي. هنا كده
اوربيتالات الدي، وهنا كده اوربيتالات الدي، وهنا كده اوربيتالات الدي، وهنا كده اوربيتالات الدي. هنا احنا اتفقنا مع بعض كان في 2 الكترون وهنا 5. هنا يا دكتورنا كان في 1 وهنا 5. هنا يا دكتورنا كان في 2 وهنا 3. هنا كان في 2 و2. هنا كان في 2 و1. بص انتبه، اتفقنا مع بعض من شويه ان المنجنيز يقدر يخسر الاثنين بتوع الاس، ويخسر الثالث من الدي، والرابع والخامس والسادس والسابع. طب الكروم يقدر يخسر الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس. طب الفانديوم يا دكتورنا يقدر يخسر الثاني والثالث والرابع والخامس. حد يرد عليا، التيتانيوم يقدر يخسر لحد كام الكترون؟ 4. يا دكتورنا يقدر يخسر الثاني والثالث والرابع. يعني وانت بتحسب عدد تأكسد التيتانيوم يا يطلع معاك 2 يا يطلع معاك 3 يا يطلع معاك 4. لو طلع ارقام غير كده اعرف ان المركب غلط. يبقى تاني، التيتانيوم يا يطلع 2 يا 3 يا 4. طب الفاناديوم يا 2 يا 3 يا 4 يا 5. طب الكروم من 1 لحد 6. طب والمنجنيز من 2 لحد 7. طب بص بقى، حد يخمن السكنديوم عنده كام حالة تأكسد؟ 1 3 بص هو عنده 3 بس، ما عندوش 2. يا 2 يا ما عندوش 1. 2. هو لا، هو 3 بس. هو 3 بس. السكنديوم ما عندوش غير حالة تأكسد واحدة بس يا دكتورنا، اللي هي كام؟ موجب 3. تاني، يعني السكنديوم يخسر كل الكترونات دفعة واحدة. يبقى هكتبها لك اهو، السكنديوم، ننزل شوية، السكنديوم ما عندوش، والله يا جماعة دي كلمة ما عندوش علشان الناس بتسألني فيها، ما عندوش حالة تأكسد موجب الاثنين. عنده حالة تأكسد موجب 3 فقط. يبقى أنا دلوقتي لو سألتك وقلت لك، خلينا نقولها بشكل مختلف، عنده حالة واحدة فقط اللي هي موجب 3. دلوقتي سألتك سؤال وقلت لك عنصر انتقالي عنده حالة تأكسد واحدة بس، أقصد بيها مين؟ سكنديوم. السكنديوم. خلي بالك إن أنا لما أجي في الأسئلة مش هقول لك عنصر السكنديوم ماله، أمال أقول لك إيه؟ هقولها لك بالطريقة، بمعنى يا دكتورنا عنصر عنده حالة تأكسد واحدة بس، ما هي دي الطريقة، يبقى ده سكنديوم. عنصر أقصى حالة تأكسد بيوصل لها هو موجب 4، يبقى يقصد بيها مين؟ التيتانيوم. يبقى التيتانيوم. خلي بالك وأنت بتذاكر ذاكر بالطريقة، وأنت بتذاكر ذاكر بالطريقة. حلو؟ دكتور مش واحد لو مثلا لو هو نسيها ممكن هو يكتبها عادي؟ قولي تاني؟ لو شخص مثلا هو نسي ان هو نوصل لحد ده، بس ممكن هو يكتبها تاني من الأول. وزعي طبعا. طب أنا كاتبها لك كده عشان توزعيها، لو نسيتيها توزعيها. ماشي؟ مثلا لو سمحت، هو احنا امتى بنستخدم ديت وامتى بنستخدم الطريقة الأولى اللي احنا بنحسب عادي اللي هو منجنيز مع الأكسجين أو كده؟ هوريكي، خلينا نشوف مثال. ما تيجي نشوف مثال. الاثنين واحدة، يعني فاهمة؟ الاثنين نفس الطريقة، بس خلينا نشوف مثال. دلوقتي في السؤال رقم 44 بقول لك ايه؟ جميع الصيغ الكيميائية التالية صحيحة لأكاسيد التيتانيوم ما عدا ايه؟ هنا لازم تحسبي عدد التأكسد، بمعنى لو جيت احسب عدد التأكسد هنا هلاقيها ان التي اي زائد سالب الاثنين بتساوي 0، واديها الناحية الثانية يبقى التي اي بتساوي موجب الاثنين، يبقى هنا عدد تأكسد الراجل ده موجب الاثنين. دكتور بحسب اللي تحتها، لحظة واحدة، اللي تحتها
ادي التي اي زائد سالب الاتنين في 2 بتساوي صفر، يبقى الحته دي بسالب 4 واديها الناحيه الثانيه، يبقى التي اي بتساوي كام؟ موجب 4. يبقى الراجل ده موجب 4. طب يا دكتور ادي التي اي لما اجي احسبها تروح تقول لي ان الاثنين تي اي زائد سالب الاثنين في 3 بتساوي صفر، يبقى الحته دي بسالب 6 واديها الناحيه الثانيه، يبقى الاثنين تي اي بتساوي موجب 6، يبقى التي اي بتساوي موجب 3. يبقى الراجل ده عنده حاله تاكسد موجب 3. لما اجي احسب الاخيره هنروح نقول له ادي الاثنين تي اي زائد سالب الاثنين في 5 بيساوي صفر، يبقى الحته دي بسالب 10 واديها الناحيه الثانيه، يبقى الاثنين تي اي بتساوي موجب 10، يبقى التي اي الواحده بتساوي كام؟ موجب 5. مين غلط؟ الأولى. خمسة غلط. لا الأخيرة. ليه يا دكتور؟ لأن التيتانيوم ما عندوش حالة تأكسد موجب 5. الأخيرة هي اللي غلط. ليه؟ لأن التيتانيوم ما عندوش حالة تأكسد كام؟ موجب 5. التيتانيوم كان آخر موجب 4. حد آخر حاجة صح؟ مظبوط. تمام؟ تمام. قولي يا رينا. هو رقم اللي هو السكانديوم ده ليه ما خدناش 2 مثلا زي التيتانيوم والفانديوم مثلا؟ معاكي 101. هتصرفي ال 100 جنيه وتحوشي الجنيه ولا تصرفيهم كلهم؟ كله. ما كده كده خسران صح؟ هنا نفس الكلام. الاثنين بتوع الاس لما جم يخرجوا الدي قال له انا مش هقعد لوحدي، يلا خرجني معاك. حلو؟ تمام. جميل؟ ايوه تمام فهمت شكرا. يعني لو جيتي تحسبي عدد تأكسد السكنديوم مثلا في المركب ده هيطلع معاكي كام؟ في موجب الاثنين، صح ولا غلط؟ ايوه. صح أيوة. ولا غلط؟ مش بيطلع واحد بس. انا بسألك دلوقتي لا غلط تأكسد غلط. السكنديوم هيبقى غلط. ليه؟ لأن آخر السكنديوم كان كام؟ موجب 3 بس، ما عندوش حالة تأكسد موجب الاثنين. ايوه فهمت. وصلت؟ ايوه. احنا قلنا هنا ايه؟ السكنديوم ما عندوش حالة تأكسد موجب الاثنين، عنده حالة تأكسد 3 بس. جميل؟ تمام. ماشي. لو اللون اتغير يعني لسه حالة التأكسد بتاعته 3 بس اهو السكنديوم ما عندوش حالة تأكسد موجب الاثنين، عنده حالة واحدة فقط اللي هي كام؟ موجب 3. بس الباقي عادي، يعني مثلا التيتانيوم ممكن يفقد 2 أو 3 أو 4. مظبوط. طيب يعني بس السكنديوم فيهم اللي مش عنده غير حالة واحدة. مظبوط. تمام. دلوقتي يا دكتورنا لو اللون اتغير يبقى القاعدة اتغيرت. النبي ركز في الكلام. خليني اقولها لوحدي محدش يساعدني فيها. اقفلوا مايكات، محدش يساعدني فيها خالص عشان تخرج كده وانت مطمن. عندك حديد وكوبالت ونيكل، وادي يا دكتورنا الدي بتاعتهم. محدش يساعدني بقى، يعني محدش يفتح المايك معلش في الحتة دي، معلش. انتوا عارفين ان انا ما بعترضش على فتح المايك، بس الحتة دي عايزها تظبط من اول مرة. دلوقتي يا دكتور الراجل ده عنده 2 الكترون هنا و6 في الدي. الراجل ده عنده 7 في الدي، عنده 2 في الاس و8 في الدي. بص انتبه، خلينا اقولها يا دكتورنا في حته كده لوحدها والنبي ركز. دلوقتي ده الحديد 26، ادي الاس بتاعته وادي الدي بتاعته بالشكل ده. هسأل سؤال وحد يرد عليا. تفتكر الحديد يقدر يفقد لحد كام الكترون؟ 8. الحقيقه لا. بص بقى انتبه، محدش يساعدني. لا 4. محدش يساعدني. خلاص قلت محدش يساعدني بقى خلاص. لا. ليه يا دكتور؟ الحديد يقدر يفقد الاثنين بتوع الاس بكل سهوله، لكن اول ما يفقد الالكترون الاخير هيبقى موجب 3. ساعتها الدي هتبقى فيها 5 الكترونات، 1 2 3 4 5. ما احنا خلاص فقدنا مين؟ فقدنا الالكترون المزدوج بتاع الدي. ادام الدي
وصلت ان هي تبقى 5 دي حالة استقرار اللي احنا بنسميها ايه؟ نصف ممتلئ. خلاص كده الحديد بقى مستقر ما يفقدش تاني. الحديد بقى مستقر ما يفقدش تاني. هاجر افتح المايك. لو انا عندي كوبالت 27 بالشكل الجميل ده يفقد لحد كام الكترون؟ هيفقد لحد موجة 4 ممتازة. ليه؟ عشان هو كده يبقى اما يفقدهم هيبقى كده هو كده خلاص ممتلئ، او يعني بقى في حالة مش استقرار. ممتلئ بقى، نصف ممتلئ، وصل لحالة من حالات مين؟ من حالات الاستقرار. سمية عندي النيكل فيه 8 الكترونات في الدي، يقدر يفقد لحد كام؟ سمية. يفقد الاتنين بتوع الاس، وبعد كده يفقد 3 من الدي عشان يبقى معاه 5. ممتاز. يعني آخر عدد تأكسد هيوصل لها النيكل إن هو يفقد الإلكترونات المزدوجة. يبقى تاني الحديد والكوبالت والنيكل بيفقدوا الإلكترونات المزدوجة بس لحد ما نصل لحالة من حالات الاستقرار اللي هي مين؟ النصف ممتلئ. حد ما لقطهاش؟ بالله حد ما لقطهاش؟ لا تمام سهل. يبقى تاني الحديد آخره يفقد كام؟ يقدر يفقد يا دكتورنا 2 و3. طب والكوبالت 2 و3 و4. طب والنيكل 2 و3 و4 و5. سما محمود الدنيا لطيفة ولا الدنيا صعبة؟ لا تمام يا مستر، بس أنا عندي سؤال. طب إحنا ليه ما عملناش كده في المنجنيز؟ ليه ما فقدناش إلكترونات الإس؟ ده سؤال وصلنا جميل، الباقي. ده سؤال تحفة والله العظيم. وليه ما عملناش كده في الكروب مثلا؟ ما اديله نصف ممتلئة صح؟ أيوه. هقول لك والله لا جاوبك عليها رغم ان هي مش وقتها، بس هجاوبك عليها. المنجنيز كان عنصر من صفاته ان هو شديد الهشاشة، يعني هو اصلا عنصر مش متماسك فبيخسر الكتروناته بسهولة. تمام؟ الجملة رقم 2، ليه الكروم يا دكتورنا؟ بص الكروم من خصائصه او من الحاجات بتاعته ان هو عنصر شديد التفاعل، يعني لو اتحط مع حاجة بص اللي هو هيخسر كل الكتروناته علشان يفوز بالمعركة. حلو؟ وصلت؟ على عكس الحديد والكوبالت والنيكل دي مواد صلبة. الحديد يعني ما بيلينش بسهولة، ما بيخسرش الكتروناته بسهولة، يعني عشان يفقد الاثنين والثلاثة محتاج ظروف تفاعل، يعني عشان تتني حتة حديدة لازم تسخنيها. وصلت؟ تمام. لو اللون اتغير يبقى القاعدة ايه؟ حد يرد عليا. اتغير. اعرفها طول الوقت بقى مع الدكتور عبد الله. انا بلون مش عشان يبقى السبوره شكلها حلو بس، لا، عشان تبقى انت تفتكر دايما ان لو اللون اتغير يبقى القاعده اتغيرت. النحاس هنا عنده 1 وهنا عنده 10. حد يخمن النحاس يقدر يفقد لحد كام الكترون؟ مجرد تخمينه. موجب 6 لا. او موجب 7. لا 1 بس. بص ركز. 1 بس بتاع لا الاس. برضه. لا 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 برضه. 5 ليه؟ من خلاص موجب. هقول انا عشان ما نتلخبطش. هقول أنا. دلوقتي قبل ما اقول النحاس يفقد كام، تخيل معايا ان انا معايا فلوس، سلفت هاجر فلوس. اول ما فلوسي خلصت اول حاجه هعملها ايه؟ هروح لهاجر اقول لها انا عايز فلوسي. هروح لهاجر اقول لها انا عايز فلوسي. ده نفس اللي حصل مع النحاس. النحاس خسر الواحد بتاع الاس. اول ما الاس خسر الالكترون بتاعه راح رايح للدي قايل له ايه؟ يا باشا انا عايز الالكترون بتاعي لو سمحت، وخسره هو كمان. يبقى دلوقتي النحاس خسر الكترونات مين؟ خسر الكترونات الاس كانت موجوده في الدي، بس هو خسر الكترونات الاس اللي كانت موجوده في الدي.
يبقى النحاس عنده بيخسر 2 الكترون اللي هم المفروض بتوع مين؟ بتوع الاس، ما تنساش. حلو؟ طيب لو اللون اتغير يبقى القاعدة اتغيرت. بص انتبه، حد يخمن بقى يا جماعة. معلش يا دكتور، طب يعني كده النحاس هو متاح ان هو يفقد موجب 1 وموجب 2 بس. تمام. طب ما حد يقول لي يا دكتورنا، طب ما دي كده هتبقى 9، ومعنى كده ان هي هتبقى مش في حالة استقرار، يعني نقدر نفقد تاني. عدد التأكسد اللي أعلى من 2 للنحاس ملوش أي استخدامات في الكوكب، فعشان كده ما بنكتبوش. وصلت؟ الخرسين عنده كم حالة تأكسد؟ ما عندوش حالة. الاثنين بتوع الاس. شكرا، الاثنين بتوع الاس وبس. ليه؟ الدي مش مستلفة من حد حاجة، وهي مستوى ممتلئ، فهي حالة من حالات الاستقرار، ما تقدرش تهوب ناحية الدي. أنا يا باشا مش مستلف منك حاجة، ما استلفتش منك حاجة، ما استلفتش، يبقى ما تقربش مني، ما خدتش منك إلكترونات، ما استلفتش إلكترونات. طيب دلوقتي أنت شايف النجوم دي النجوم بقى اللي في عز العصر أو في عز الظهر كده، دي النجوم بقى اللي احنا بنشوفها في ثالثة ثانوي في عز الظهر. أنا بهزر معاك. بص ركز، النجمة الأولانية كانت للسكانديوم، لما احنا قلنا إن السكانديوم ما عندوش حالة تأكسد موجب الاثنين، عنده حالة تأكسد موجب 3 فقط. النجمة الثانية كانت عند المنجنيز، ليه؟ لأنه كان عنده أعلى حالة تأكسد. فاحنا دلوقتي يا دكتورنا بنثبت معلومة وبنقول لك إن المنجنيز عنده أعلى حالة تأكسد اللي هي موجب 7. طب يا دكتورنا النحاس ليه عنده نجمة؟ هقول لك. الناس اللي قاعدة صاحية، الناس اللي قاعدة مركزة جدا، هتكتشف إن أعلى حالة تأكسد بنوصل لها هو رقم المجموعة. أعلى حالة تأكسد بنوصل لها هو رقم المجموعة. أعلى حالة تأكسد بنوصل لها هو رقم المجموعة. واخد بالك؟ ما عدا مين؟ ما عدا الحديد والكوبالت والنيكل. لا، ما عدا النحاس. ما هو هنا ما تخطاش رقم المجموعة عادي، ما تخطوش رقم المجموعة، لكن النحاس هو اللي تخطى رقم المجموعة. يبقى يا دكتور احنا عندنا جملتين. الجملة الأولانية إن عدد التأكسد لا يمكن يتخطى رقم المجموعة ما عدا عنصر النحاس. هكتبها لك تاني كمان مرة. عنصر النحاس تخطى رقم المجموعة في أعداد التأكسد، ما تنساش. طب يا دكتور خد بالك إن الحديد والكوبالت والنيكل ما فقدوش جميع إلكتروناتهم، يبقى احنا بنقول لك إن المجموعة التامنة لا تفقد جميع إلكتروناتها، إنما تصل إلى حالة الاستقرار اللي هي دي 5. آخر معلومة. هنا فقدنا من الدي، 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 فقدنا من الدي. مين العنصر اللي ما بيفقدش من الدي؟ الخرسين. بس خلاص. عشان كده بنقول لك ان الخرسين عنصر غير انتقالي. ليه الخرسين عنصر غير انتقالي؟ لانه ما بيفقدش الكترونات من الدي. كمان مرة يا دكتورنا، الخرسين عنصر غير
انتقالي. غير انتقالي. الخرسين عنصر غير انتقالي. الخرسين عنصر غير انتقالي. حلو. طيب هسأل سؤال. كم عدد العناصر الانتقالية في السلسلة الانتقالية الأولى؟ 9. ممتاز. طب كم عنصر عنده حالة تأكسد واحدة بس في السلسلة الانتقالية الأولى؟ 1 اللي هو سكندري. واحد بس. يا أولاد يا أولاد يا أولاد يا أولاد. لا، تاني. 2 سكنديوم وخرسين. 2. السكنديوم والخرسين كان كل واحد فيهم عنده حالة تأكسد واحدة بس. السكنديوم كان انتقالي لكن الخرسين كان غير انتقالي. طيب هو يبقى أنا دلوقتي لو ازاي من العناصر اللي عندها حالة واحدة في السلسلة الانتقالية هو غير انتقالي؟ هو مش الخرسين قاعد في السلسلة الأولى؟ ايوه تمام. أنا سألت وقلت لك في السلسلة ولا قلت لك عناصر انتقالية؟ عناصر انتقال في السلسلة. في السلسلة يبقى 2. في العناصر الانتقالية يبقى 1. تمام. طيب لو أنا دلوقتي قلت لك عنصر في السلسلة الأولى عنده حالة تأكسد واحدة بس ولا يفقد أي إلكترونات من الدي، نقصد بيها مين؟ الخرسين. الخرسين. يبقى خلي بالك إن هو دايما هيلعبها بالطريقة، هو طول الوقت بيلعبها بالطريقة. طيب يا دكتور ما تيجي نحل مع بعض كذا سؤال كده، عايزين الدنيا تحلو يا دكتور. يلا بينا. سؤال رقم 49 مثلا بيقول لك إيه؟ في السلسلة الانتقالية الأولى بس، يعني يا جماعة وأنت بتقرأ السؤال ما تقرأش قراءة جرايد. مازن ركز معايا، ما تقرأش قراءة جرايد. يعني وأنت بتقرأ دلوقتي قلت لي في السلسلة الانتقالية الأولى، يبقى خلاص يبقى احنا هنا بنوزع أرجون 18 4 اس و3 دي. كل جملة بترجمها. ما تقرأش قراءة جرايد. يتساوى عدد الإلكترونات المفردة في ذرة ام ماشي مع عددها في ايون ام موجب الاثنين. يعني دلوقتي انت عندك ام وعندك ام موجب الاثنين، يبقى هنا يا دكتورنا هيكون ارجون 18 وهنا 4 اس و3 دي. هنا دي كانت ب2 وهنا دي كانت بصفر. هو اللي قال كده. فان العنصر ام يمكن ان يكون عنصر من العناصر التاليه ما عدا مين؟ تعال هنجرب كل الاختيارات. لو احنا جبنا المنجنيز دلوقتي ادي الام ان وادي الام ان موجب الاثنين، هنا هيتوزع 4 اس ب2 و3 دي ب5، يبقى هو كده عنده 5 مفرد. وهنا هيتوزع 4 اس بصفر و3 دي ب5، يبقى هو برضو عنده 5 مفرد وهو عايز ما عدا. دي صح بس احنا عايزين الغلط. هات الكروم ادي سي ار وادي سي ار موجب الاثنين، هنا 4 اس ب1 و3 دي ب5 و3 دي يا دكتورنا ب5، لكن هنا 4 اس بصفر و3 دي بكام؟ ب4. اللي فوق عنده 6 مفرد لكن اللي تحت عنده 4 مفرد، يبقى دي اللي غلط. فهمت السؤال بيتحل ازاي؟ تمام. طيب بص السؤال رقم 50. احنا بنتكلم منهج يا جماعه، خلاص احنا دخلنا في المنهج. التركيب الالكتروني الصحيح لايون الحديد والكروم والنحاس في مركباتها التاليه. لازم تحسب عدد تأكسد الحديد هنا، وتحسب عدد تأكسد الكروم هنا، وتحسب عدد تأكسد النحاس هنا. خليني أساعدك. أنا هقول لك طريقة بس ما تستخدمهاش كتير. اتفقنا؟ رحمة هقول لك طريقة بس ما تستخدميهاش كتير. اتفقنا؟ ما تندمونيش إن أنا بقول لكم شفرة. تمام؟ دلوقتي ده حديد، عدد تأكسده كام؟ خد الرقم البعيد. يبقى كده عدد تأكسد الحديد كام؟ موجب الاثنين هو 26 بيتوزع أرجون 18 4 اس صفر و3 دي كام؟ 6. دي غلط. حد يرد عليا. الكروم دلوقتي عدد تأكسده يبقى كام؟ موجب 3. موجب 3 بس ما تستخدمهاش كتير. ليه؟ لأن مش كل المركبات بتنفع.
طب يا دكتور ما اكيد انت معاك الشفره بقى، امتى المركبات تنفع وامتى لا. مش هقولها النهارده، مش هقولها النهارده. ليه؟ عشان تشتغلها مانوال. اوكي، هنا تبقى 3، يبقى دي غلط. خلاص هي الاجابه د. بس حد يرد عليا، النحاس دلوقتي عدد تاكسده كام؟ موجب 2. موجب 2. يبقى النحاس 29 موجب الاثنين، ارجون 18، 4 اس 3 دي، هنا 0 9. تبقى الاجابه فين؟ د يا دكتور. تمام؟ حلو. هو احنا طيب. لو مثلا نعمل دي ووزعناها بالطريقة العادية، هي هتاخد وقت بس هتطلع نفس الحاجة أكيد صح؟ يعني نحل بالطريقة العادية عادي عشان تدريب أكتر. انا بقول لك حل بالطريقه العاديه، ما تحليش بالطريقه دي. تمام. تمام. أقصد لو السؤال زي ده مثلا يعني أقدر أحلها بالطريقة العادية. طبعا. اوكي، يعني احسبي عدد تاكسد عادي، احسبي عدد تاكسد عادي. اوكي. هنا يا دكتور في السؤال رقم 41، إذا كانت الرموز الافتراضية A و B و C و D تمثل 4 عناصر انتقالية أكاسيدها هي، هنا عدد التأكسد لازم تحسبه. يبقى يا دكتورنا هنروح نقول له آدي ال A زائد سالب الاثنين بتساوي 0 وديها الناحية التانية، يبقى ال A طلع معانا بموجب الاثنين. خلاص. بنحسب ال B، آدي الاثنين B زائد سالب الاثنين في 3 بتساوي 0، يبقى الحتة دي بسالب 6 وديها الناحية التانية، يبقى الاثنين B بيساوي موجب 6، يبقى البي الواحدة بتساوي موجب 3. حلو، جميل. هنا السي 2 او بنحسب السي، يبقى الاثنين سي زائد سالب الاثنين بتساوي 0 وديها الناحية التانية، يبقى الاثنين سي بتساوي موجب الاثنين، يبقى السي الواحدة بتساوي موجب 1. الأخيرة الدي او 2 هنحسب الدي، يبقى الدي زائد سالب الاثنين في 2 بتساوي 0، يبقى الحتة دي بسالب 4 وديها الناحية التانية، يبقى الدي بتساوي موجب 4. يبقى الترتيب التصاعدي لهذه العناصر حسب عدد تأكسدها يبقى مين؟ أكبر واحد الدي، بعدين البي، بعدين الاي، بعدين السي يا دكتور. تبقى الإجابة د. مين شجاع يجرب 42؟ ممكن أجرب؟ يلا يا رينات. عنصر انتقالي M يقع في السلسلة الانتقالية الأولى، يعني هنوزع أرجون 18 يعني متوزعة في الاختيارات تمام، ويملك إلكترونان فقط في المستوى الفرعي دي، يكون التوزيع الإلكتروني ل M3. تمام. هو أول حاجة يمتلك في المستوى الفرعي دي 2، لو شلنا الاتنين هنوزع. خد الاس الأول، الاس يبقى فيها كام؟ الاس 2 0. حلو، اخسري الثلاثة يبقى كام؟ في الثلاثة هيبقى هنا هنشيل من الاس الأول وبعدين هنشيل من الدي 1، هيبقى 4. تبقى الإجابة بقى. لا ماشي. تبقى الإجابة بقى. تمام. 43. ممكن تعيدها تاني؟ حاسة اتلخبط. طيب حاضر. دلوقتي واحدة واحدة، احنا لما نيجي نقرأ ما ينفعش تقرأي قراءة جرايد، بمعنى هو هنا بيقول قاعد في السلسلة الانتقالية الأولى، يبقى لازم توزعيها. ادي أرجون 18، 4 اس و3 دي. قال لك ويمتلك الكترونان فقط في المستوى الفرعي دي، يبقى هنا ده عنده 2، يبقى اكيد الاس عندها 2. ده لما كانت مين؟ ام بس، هو اللي قال لما كانت ام بس. هو بقى بيقول لك طب لما تبقى ام موجب 3 هتتوزع ازاي؟ اخسار 2 من الاس، 1 من الدي. تمام؟ سما محمود 43. طيب حالة التأكسد التي في معظم عناصر السلسلة الانتقالية الأولى في مركبتها هي تبقى 3 موجب 3. طب بص كده، طب انا عايزك تبصي كويس. تفتكري مين اكتر حد اتكرر؟ تمام. اكتر حد اتكرر 2. اكتر حد اتكرر كان مين؟ الاثنين. الثلاثه لو جيت تعد الثلاثه هتلاقيهم اقل، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 بس، لكن الاثنين كانوا 9. واخده بالك؟ تمام. يبقى دلوقتي اكتر حد يا دكتورنا اتكرر هيبقى كام؟ موجب 3. تمام؟ سوري، موجب الاثنين.
جميل. طيب برضو عايزين حد شجاع، عايزين حد شجاع. 37. قول يا سما. طيب أيا من التراكيب الإلكترونية التالية يمثل أيونا لعنصر انتقالي. أول حاجة عارف يعني ايه كلمة أيون؟ واحدة واحدة. عارف يعني ايه كلمة أيون؟ عدد الأيونات اللي هو بيبقى 21 22 23. لا، ده عدد ذري. كلمة أيون يعني فقد. كلمة أيون يعني فقد. فهو بيقول لك مين في الاختيارات فقد. تمام. تبقى الإجابة فقد ولا لسه هيفقد؟ فقد. خلاص، كلمة أيون يبقى فقد. لما نيجي نفقد بنفقد منين؟ باء. لأن لما نيجي نفقد لازم نفقد من الإس الأول يا دكتور. قول يا سمية. 38. حالة التأكسد موجب 2 لعنصر النحاس تنتج من النحاس إلكترون مستويين من كلا المستويين الفرعيين 3 دي و4 اس. ممتاز. ليه يا دكتورنا؟ لأن احنا اتفقنا مع بعض إن النحاس كان عنده 2 حالة تأكسد، واحدة من هنا والتانية من هنا، فهتبقى الإجابة يا دكتورنا د. جميل. آخر معلومة النهاردة. آخر معلومة النهاردة. بص انتبه. آخر معلومة النهاردة. كتير مننا عنده مشاكل مع الأكسدة والاختزال. أنا جاي النهاردة يعني في جملتين، في كلمتين، في دقيقتين، أي حاجة فيها 2 هخلصها لك دلوقتي. كلمة الأكسدة معناها إن هو فقد إلكترون، وكلمة اختزال معناها إن هو اكتسب إلكترون تاني. الأكسدة فقد إلكترون، طب والاختزال اكتسب إلكترون. لما الموجب يزيد أكسدة، لما الموجب يقل اختزال. طب السالب زاد اختزال. طب يا دكتور سيبك بقى من الحتة دي وتعال على السهم بتاعي. اسأل على سهم الدكتور واكتب معايا السهم ده سهم، اكتبه وخلاص. هنا هنكتب 0، موجب 1، موجب 2، موجب 3، موجب 4، موجب 5. هنا هنكتب -1، -2، -3، -4، -5. الناس اللي ما بتكتبش، اللي بيكتب فارق عنك، اللي بيكتب فارق عن اللي ما بيكتبش. لو انا رحت ناحية اليمين كده انا زودت الموجب، فبالتالي هي أكسدة وهي عامل مختزل. لو انا رحت شمال يبقى كده يا دكتورنا انا قللت الموجب وزودت السالب، فهي اختزال عامل مؤكسد. طب ما نجرب كده. نجرب. رحمة معايا حديد موجب 2 اتحول لاف اي. كلمة اف اي لوحدها يبقى عدد التأكسد لسه قايلينه بكام؟ بصفر. اي عنصر قاعد لوحده كده يبقى عدد التأكسد بصفر. تفتكري دي عملية ايه؟ هنا حصل له نقص في الشحنة الموجبة فتبقى عملية اختزال. يبقى عامل مؤكسد. يا دكتور بصي مشينا ناحية فين؟ على السهم بتاع الدكتور من 2 ل0. عملية مين؟ اختزال. فرحة معايا الام ان موجب 2 اتحول لام ان موجب 4 بالشكل ده. تفتكري دي عملية ايه؟ أكسدة. ليه؟ اتحول من 2 ل 4، مشيت ناحية سهمك يا دكتورنا في اليمين، يبقى دي عملية ايه؟ أكسدة. أزيدك من الشعر بيت. قول يا دكتور. لو إلكتروناتك ناحية
اليسار عملية اختزال، إلكتروناتك ناحية اليمين عملية أكسدة. تاني، الإلكترونات ناحية اليسار عملية اختزال، الإلكترونات ناحية اليمين عملية أكسدة. حد يقول لي إن الدنيا تمام والدنيا لطيفة؟ حد يقول ده؟ تمام والدنيا لطيفة. ماشي، هنكتفي بهذا القدر. احنا خلاص دخلنا منهج. محدش يجي لي مش عامل الواجب. هبعت لكم صفحتين واجب برضو، يعني اخر واول مره هبعت صفحتين، بعد كده ان شاء الله من الحصه الجايه هنحل بال50 سؤال ان شاء الله تعالى. فلازم تبقى انت مستعد نفسيا ان احنا هنحل كتير جدا، لازم تبقى انت مستعد لده ان احنا هنحل كتير جدا. وهنحل بالراحه برضو من غير استعجال عشان ما نعديش اي سؤال ما احناش فاهمين. هبعت لكم برضو 50 صفحتين سؤال واجب. وبتقولها تمشينا يا دكتور؟ طب والله ان كده حنين، والله كده حنين، صدقيني والله كده حنين، واسالي عني. تمام. كان عندي أختي ثالثة ثانوي وعموما ده أقل واجب يعني. ما أنا بقول لك يعني والله أنا كده حنين. اللهم صل على سيدنا محمد. هقول لكم على معلومة عني يعني في عجالة علشان اللينك هيفصل. أنا لو اديتك 100 سؤال هحلهم معاك، ولو اديتك 50 سؤال هحلهم معاك، ولو اديتك 150 سؤال هحلهم معاك، فما تقلقش خالص. أي رقم أنا هديهولك هحله معاك. تمام. حد عنده أي سؤال أو أي طلب؟ هو الكتاب شكرا ده لحضرتك. حضرتك هتشتغل من كتاب ايه؟ مندليف والوافي. مندليف والوافي، هشتغل من كتاب مندليف والوافي. تمام. أنا سألت لسه من هو اللينك هيفصل، اللينك هيفصل، فاللي عنده سؤال يبعت لي على الواتساب لان اللينك هيفصل. اوكي، عنده سؤال يبعت لي على الواتساب لان اللينك هيفصل.